صحيح عن الدور اللي قامت به البلدية والولاية حول تجميل مدينة العيون في الزيارة الملكية. دور مهم وأعطى المدينة صورة جميلة. كان هذه المدينة تعود في مستوى استقبال جلالة الملك. لكن أنا أتذكر عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وقالت هند لزوجها محمد استولى على مكة، رد عليها مبتسما: محمد يستولي على القلوب لا على الجدران، وذلك هو النصر. يجب على البلدية والولاية أن يسخرون طاقتهم من أجل تحويل القلوب إلى محبة لجلالة الملك وتثبيت في هذه القلوب شعار الله الوطن الملك. وبهذه الطريقة نخطو خطوات إلى الأمام مهمة. وعلاش نقول هذا؟ لأن محاربة الانفصال ما يمكن يمشي إلا ما يمر إلا من خلال الصحراويين، لأن الانفصال نفسه يتكون من الصحراويين. فالوالي صحراوي ورئيس البلدية صحراوي، والإمكانيات الطائلة هنا بين يديهم، فيجب عليهم تسخير ما لديهم من أجل محاربة الانفصال كفكر ومحاربة الانفصاليين وسد الأبواب على الانفصاليين حقيقة. وبهذه الطريقة نسعى جاهدا باش نعودوا لحنا في مستوى زيارة جلالة الملك، لأنه حقيقة أحسن هدايا يقدموها للصحراء الملك هو محاربة الانفصال في نفوسهم وفي قبائلهم وفي عائلاتهم. وبهذه الطريقة نكون قد وصلنا إلى أعلى درجة في مستوى استقبال جلالة الملك. وشكرا.